الأول من فبراير. ساعات تمر وأيام تتوالى، ولم يزدد الثوار إلا تصميما وإصرارا على تحقيق هدفهم وإسقاط النظام. وكأن كل دقيقة تمر لا تنهي عمر فتيل شعلة الثورة، بل تزيدها اشتعالا وتوهجا. يوم الثلاث دخلت الميدان من عند قصر النيل، كان الساعة 12، وكان اللي بيدخل الجيش تعدي من النقطة بتاعت الجيش، وبعدين اللجنة الشعبية اللي واقفة على الميدان، وبعدين تدخل الميدان. طوابير. اليوم ده انا افتكره كويس جدا، يوم الثلاث اول مليونية، لانه اول مرة اقف طابور عشان اخش الميدان. يعني اول مرة اجي من على كوبري قصر النيل فاكتشف ان انا هقف في طابور، وطابور طويل، وابتديت ازهق. يعني ابتديت ازهق من طول الطابور ومن تدافع الناس. حتى اذكر في اليوم ده كمان انه في مجند كده شرطه وقف قال لهم يا جماعه ما ينفعش كده، يعني ايه الستات تيجي في ناحيه والرجاله في ناحيه بدل ما انتوا عاملين زحمه كده. يعني هو الراجل برده مش قادر يتخيل، حاسس الناس داخله السينما يعني، فعايز يعمل طابور ستات وطابور رجاله، انه مش قادر يتخيل انه الاعداد دي كلها هتخش. انا حتى هذه اللحظه ما اقدرش اقول لك انه الاعداد كانت كام، مليون بقى 2 مليون. انا طول الوقت ببقى شايف الارقام اكبر. انت اول مره تشوف ده في مصر، اول مره تشوف مظاهره حقيقيه. هي كانت المظاهره طول عمرها 5000، بينزل لها 15000 عسكري يعملوا كردون ياخدوا علقه ويروحوا. فانه يبقى عدد الناس اكتر من عدد الامن المركزي، هو ده المليون. يعني هو ده المليون، ده رقم يعني فيه 6 صفار. فاللي هو ايه ده، ناس كتير قوي، دول مليون واحد يعني. فلا انا كنت حاسس ان هم مليون. انا يوم الثلاث ده كنت اشعر وكأن هناك مليون شخص في ميدان اللي حصل بقى ان كلمه مليونيه ديت مصطلح انتج داخل الميدان وطلع وتوجه ضد النظام. كلمه مليونيه دي بقت الكلمه اللي بتدي شرعيه للميدان وبتنزع الشرعيه من النظام. لما دخلت الميدان ما كنتش مصدق نفسي، اللي هو يا الله، يعني اللي هو كانت حالة من الاستيعاب وحالة من يعني ما كناش نتخيل ان ميدان التحرير ممكن ان هو يستوعب الكم الهائل ده من الناس. اول مرة اشوفه بقى اللي هو منظر المظاهرة المليونية وميدان التحرير مليان على اخره بالمتظاهرين، وناس جاية من كل محافظات مصر، وناس جايين من اسوان، وناس جايين من نوبة، وناس جايين من الصعيد، وناس جايين من اسكندرية، وناس جايين من المنصورة والدقهلية السويس. ناس كتير جدا كانت موجوده في الميدان ساعتها. كانت اول مره اشوف الاعداد طبعا دي في التحرير. اكتر وقت الناس كانت حاسه فيه ان هي مطمنه، وكل الناس كانت نازله من غير قلق، حتى الصغيرين اطفال كل حاجه. بدات البيوت وبدات الناس تقتنع بفكره الثوره، وبدا بالفعل كان اول يوم يبقى فيه مليون واحد، واحنا كنا حسبناها بان الميدان بمساحاته ياخد 650,000. بالشوارع الجانبية كانت مقفولة تماما يوم الثلاث، فكان في مليون واحد موجودين يوم الثلاث، وده عمل نوع من أنواع الهزة للنظام بشكل قوي جدا. كانت هذه المليونية وكأنها تتحدى النظام بهذا العدد الضخم، وخاصة أن الميدان لم يعد يقتصر على الشباب فقط، بل ضم إليه كل فئات الشعب، وتوحد هدفهم جميعا ليكون إسقاط النظام. ولم تقتصر مشاركات الشباب الثائر في المليونية بالهتافات والشعارات فقط، بل بدأوا في مجموعات في ترديد بعض الأغاني الوطنية والثورية لشحذ الهمم وتثبيت الثورة في نفوس الحضور وزرع الثبات إلى أن يتحقق الهدف. قول معايا بجد، قول بجد، قول معايا بجد، قول بجد، هي عيشة ولا موتة ولا فوتة في حارة سد. بدأت الطيارات تظهر في سماء الميدان. هي كانت بدأت تظهر من يوم الأحد، بس يوم الثلاث تحديدا الطيارة الهليكوبتر المسؤولة عن متابعة وتصوير الميدان كانت مستمرة تواجدها في الميدان فترة طويلة جدا. كانت بتقعد بفترات طويلة جدا وتختفي وترجع تاني. وده
حسسنا ان فعلا العدد اللي موجود مؤثر وعامل رد فعل. وفي الإسكندرية كان الوضع لا يختلف عن ميدان التحرير، فالأعداد الضخمة التي خرجت وملأت شوارع الإسكندرية وميادينها كان لها نفس مطلب ميدان التحرير، وهو إسقاط النظام. في الوقت ده كان الحركات المختلفة بما فيهم الإخوان كانوا بيتفقوا على إن احنا يعني إيه، احنا عايزين نعمل زخم منتشر أفقيا. فكنا بنتفق على إن في حد مثلا هيطلع من العصافرة، حد هيطلع من ميامي، أو فيبقى في واحد تاني في الساعة، وفي واحد تاني في محرم بيه، في واحدة ثالثة في مثلا في غرب اسكندريه في الورديان او الاباري او كده. اللي كان بيحصل هو ان احنا كنا بنراعي ان على الاقل في اليوم الواحد في 3 مسيرات بتمشي في خطوط مختلفه، لكن كلها بتتجمع في مكان واحد عشان يبان العدد. الناس دي كلها 85 مليون مش عايزين حسني مبارك، ازاي نجح في الانتخابات؟ 85 مليون مش عايز مجلس الشعب. يسقط مبارك، رجل عنده 84 سنة هيدبر 85 مليون 85 مليون مصري عشان واحد 84 سنة عايز ايه من مصر؟ هتندم امريكا وتندم اسرائيل على تدميرها للشعب المصري. يا عم خلي عندك دم، يا عم خلي عندك دم. أشهد أن لا إله إلا الله. كانت أنباء الحكومة الجديدة وحليفها اليمين أمام الرئيس مبارك هي العامل المشترك في عناوين كل الصحف المصرية، فكانت عناوين الصحف الرئيسية: حكومة جديدة بلا رجال أعمال، الحكومة الجديدة تؤدي اليمين الدستورية أمام الرئيس مبارك، مظاهرات حاشدة في القاهرة والإسكندرية والمحافظات، أساتذة الجامعات وقساوسة ينضمون لمظاهرات التحرير، والقوات المسلحة تؤكد أنها لن تستخدم العنف ضد الشعب المصري. مبارك يطمئن على توفير احتياجات المواطنين، إلا أن وعود الرئيس والحكومة بتوفير احتياجات المواطنين لم تنجح في تخفيف أزمة السلع الغذائية التي تمر بها البلاد، إضافة إلى حالة الفوضى وعدم الأمان. أخذنا قرار أن سياسة الدعم قائمة رغم زيادة الأسعار العالمية. وحتى بعد أن صرح وزير المالية بأن سياسة الدعم ما زالت قائمة رغم زيادة الأسعار، إلا أن هذه التصريحات لم تلق صدى ولا تنفيذا عند المواطنين، خاصة أن الأزمة وصلت إلى أبسط وأهم الاحتياجات الأساسية عند المواطن البسيط: رغيف الخبز. الأزمة دي ظاهرة من يوم الجمعة بالضبط بالتحديد، من ساعة ما المظاهرات حصلت وهي الأزمة دي. كل اللي جاي عاوز ب10 جنيه عيش. العيش بناخده بالإهانة والمذلة. الرغيف بتشيل وصل جنيه، حرام حرام. سكان القاهرة يشكون من زيادة أسعار السلع، وبالنسبة لرغيف العيش فقد اختلفت الآراء. الأسعار هنا كيلو القوطة ب5 جنيه، كان أول امبارح ب2 جنيه. في الوضع اللي احنا فيه دوت، الواحد اللي بيسترزق اليوم بيومه ده مش هيقدر يعيش الأسبوع ده كده كله. من الحاجات اللي ممكن يعني أتذكرها في اليوم ده إنه كان الميدان جزر من الهتافات، فاهم؟ يعني اللي هو قدام المجمع بتسمع الشعب يقول اسقاط النظام، بس انت لو مشيت 50 متر هتسمع ارحل يعني امشي يعني ما تفهمش. لو مشيت شويه الناحيه الثانيه هتسمع يسقط حسني مبارك. يعني في كل مكان هتبتدي تحس انه كأن الميدان ميادين كتيره. وعلي الصوت، علي الصوت، اللي هيهتف مش هيموت، اللي هيهتف مش هيموت. يا مبارك صح النوم، النهارده اخر يوم. ارحل يا فرعون، ارحل يا فرعون. ده مطلب 80 مليون، ده مطلب 80 مليون. خلينا نشوف النور، ارحل نور، خلينا نشوف النور. السعودية
كان اشبه بالعرض العسكري، الفوج بتاع الازهر، وتلاقي مثلا 50 60 شيخ ازهري ماشيين ورا بعض وبيحمسوا الناس وبيهتفوا. المحامين 100 محامي لابسين روب المحاماه وماشيين بيهتفوا. الاطباء لابسين بلاطي. كان اشبه بالعرض العسكري للثوار. كان بدأت المنصات، منصة عند شركة السياحة اللي هي في نفس الخط كده بتاع هاردز، ومنصة تانية قدام مجمع التحرير. أول مرة بقى الأهالي تنزل ويعني الأهالي بقى كله، مثلا الأمهات والخالات وولادهم والعيال الصغيرين وكده. أول مليونية في تاريخ مصر الحديث يعني، ويعني كانت أشبه بالكرنفال يعني، وسميت بمليونية الثلاثاء العظيم. كمان كان بدأ يبقى فيه فكرة اليوفط اللي ليها شكل وفيها كلام. كان بدأ الولاد الرسامين الفنانين يغطوا مطعم الوجبات اللي في الميدان بلوحات عن الثورة. كنا عايشين حالة كده من الحلم. كان اللي هو فعلا ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم. يعني كنا واقفين كده وخلاص، يعني حتى لو حسني مبارك ما مشيش احنا هنديله على دماغه. ايه العدد الرهيب ده احنا خلاص، ده احنا ممكن نعمل اي حاجة، احنا كمان شوية نطلع على فلسطين نحررها. يعني احنا اقوياء، احنا العدد ضخم جدا والنظام لن يستطيع تحمله، وان احنا يعني اثبتنا فعلا ان احنا كتير. بس انا كان عندي ثقة انه النظام انتهى، يعني ان النظام الفساد وصل لانه فساد الفساد. يعني ان من كانوا مسؤولين عن الامور في مصر مش شخصية الذكي الشرير، لا هم مجموعة من الاغبياء الاشرار. انا قلت لو مبارك ما مشيش اليوم ده مش يعني مش هيمشي بقى. طب انت عملنا ايه؟ جبنا لك مليون واحد وجمعناهم لك في مكان عشان يقولوا لك امشي. هتمشي امتى يعني؟ لازم ترحل، لازم ترحل، لازم ترحل يا ابني اسمعني، يا ابني اسمعني، علشان خاطري، علشان خاطري، علشان خاطرك، علشان خاطرك، لازم ترحل، لازم ترحل. وفي نفس الوقت الذي كان فيه متظاهرو ميدان التحرير يهتفون بسقوط الرئيس مبارك، خرجت مظاهرات أخرى تنادي بحياته وبقائه. احنا عايزين حسني مبارك ما يسيبش البلد ويفضل هو الحاكم الشرعي بتاعنا. يا حسني مبارك بنحبك. ما عنديش بطاقه انتخابيه، لكن بعد كده هطلعها عشان انتخب حسني مبارك. ما كان ممكن يسيب البلد ويمشي، لكن فضل فيها الغاء عشان يحافظ عليها. ماذا تريدون من مبارك؟ كنتم في أرحام أمهاتكم ومبارك يحرر لكم وطنكم. كنتم في أرحام أمهاتكم. وفي تطور سريع تظهر على سطح الأحداث العلاقة الوطيدة التي لا تنفصم بين الجيش والشعب، ويعلن الجيش أنه لن يستخدم العنف ضد المتظاهرين، وأنه سيعمل على ضمان حرية التعبير للجميع. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى شعب مصر العظيم، إن قواتكم المسلحة إدراكا منها بمشروعية مطالب الشعب وحرصا منها على القيام بمسؤوليتها في حماية الوطن والمواطنين كما عاهدتموها دائما، نؤكد على الآتي: أولا، إن حرية التعبير بالطرق السلمية مكفولة للجميع.
بدانا ندخل لقينا الميدان بدات تزحم من الظهر باعداد كبيره جدا، اعداد ضخمه. بدانا نتابع لقينا ان في عمليات تامين واضحه جدا جدا من الجيش جوه الميدان. في افراد تابعين للجيش اعتقد من الامن الحربي لابسين لبس مدني بداوا ينتشروا فوق اسطح العمارات ويراقبوا منعا ان حد يعتدي على حد من الجيش او ان حد يحاول يبوظ المليونيه او يتعرض للثوار. بدا يظهر لجان شعبيه في الميدان، بدا شباب الاخوان ينظموا لجان شعبيه بيفتشوا الناس، بيطلعوا على تحقيق الشخصيه بتاعهم. وبدا يتاكد لنا ان الاشاعه اللي سمعناها بالليل مش اشاعه، دي حقيقه. فكره ان في ناس هترتدي زي الجيش وتحاول تحتك بالناس ويبدا يحصل صدامه بين الجيش والمتظاهرين. وده ظهر في ان قوات الجيش اللي موجوده غيرت لبسها. اللبس اللي كانوا بيلبسوه اللي هو اللبس العادي بتاع المشاة لبسوا لبس القوات الخاصه، كل الموجودين على المداخل لبسوا لبس المظلات، فبالتالي صعب ان هم حد يتعرض لهم. حذرت القوات المسلحة جميع المواطنين من ارتداء السي العسكري لغير العسكريين، وأكدت أنه سيتم القبض الفوري على من يخالف ذلك، ويمنع منعا باتا ارتداء الزي العسكري لغير العسكريين تحت أي مسمى، وسيتم القبض الفوري على المخالفين وتطبيق قانون الأحكام العسكرية عليهم. وظهرت أواصر المحبة المتبادلة واضحة للعيان في الشوارع والميادين المختلفة، وفي منبع الثورة ميدان التحرير. الجيش كان متفاعل جدا مع الناس، الضباط على الدبابات كانوا قاعدين بيحيوا الناس، والناس كانت من اول الوقت ده الناس ابتدت تتصور على الدبابات وكده. واليوم كان الناس كانت حاسه كلها ان اليوم كان ناجح جدا، وكانوا حاسين ان اكيد هيحصل فرق بعد العدد ده، ان الجيش هيبتدي ياخد موقف مع الشعب. الحراميه مالوا البلد، الحراميه بقوا الحراميه الكبار قاعدين في بيوتهم دلوقتي. اللي احنا تعملوا حاجه واحده، اعملوا مظاهرات زي ما انتوا عايزين، وقولوا اللي نفسكم فيه وغيروا بايديكم، سيبوا لنا البلطجيه بالليل. يبدا يقبضوا على عدد كبير من البلطجيه. في اليوم ده انا فاكر ان جت عربيه شرطه عسكريه ومعها عربيه نص نقل صغيره فيها افراد شرطه عسكريه، فتحوا احدى المدرعات اللي موجوده في الميدان وطلعوا منها عدد من البلطجيه، ضربوهم وحطوهم وكتفوهم وحطوهم في العربيه النص نقل ومشوا بيهم. فعرفنا بعد كده ان دول كانوا بيحاولوا يخشوا الميدان، وفي بعضهم اتمسك جوه. طب اتمسك ازاي؟ عرفنا ان الناس اللي بتامن الميدان طبعا شباب الاخوان ومعاهم كل شباب القوى السياسيه الثانيه بداوا يخشوا معاهم وبداوا ينظموا عمليه تامين الميدان، مش بس المداخل والتفتيش، لا كمان في ناس منتشره جوه الميدان كل شغلتها تبص على الناس. فاكتشفوا ان في بعض الناس شايله سلاح ابيض وفي ناس بتحاول تعمل اي تخريب، فكان بيتقبض عليهم ويتسلموا للجيش اللي بدوره كان بيسلمهم للشرطه العسكريه. وعلى جانب آخر كانت محاولات الجيش في استعادة الأمن مستمرة، وكانت الأخبار عن القبض على الهاربين ومثير الشغب متواصلة. في إطار جهودها لإعادة الأمن والاستقرار إلى الشارع المصري، تواصل القوات المسلحة والأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية ملاحقتها للعناصر الخارجة عن القانون والمساجين الهاربين من السجون. وزارة الداخلية أعلنت أنها تمكنت من ضبط العشرات من المساجين الهاربين في محافظات مصر المختلفة، والذين فروا من سجون أبو زعبل وبورسعيد ووادي النطرون. أصدر وزير الداخلية السيد محمود وجدي قرارا بتعديل شعار الشرطة إلى الشرطة في خدمة الشعب. هذا وقد قام وزير الداخلية ظهر اليوم بالمرور على قسم شرطة النزهة ومصر الجديدة، حيث تفقد انتظام سير العمل بهما، وحث الضباط والأفراد على التفاني في أداء مهامهم من أجل إعادة الأمن والاستقرار للشارع المصري. تزامن مع عودة الشرطة إلى الشوارع بعد غياب قصري منذ يوم الجمعة الماضي، غياب استغلته عصابات عاثت فسادا ونهبا وسط أسئلة كبرى وتأويلات عديدة واستياء المواطنين من تقصير أمني مفتعل. يقفوا ازاي بعد المنظر اللي عملوه في التحرير؟ معلش يقفوا ازاي دول كده؟ خلاص مش كل وزارة الداخلية. بعد اختفاء استمر لنحو اليومين استشرى خلالهما أعمال السلب والنهب، لا سيما مع هروب كثير من المساجين والمحتجزين. أخيرا عادت الشرطة إلى الشارع، ولكن على استحياء وسط تساؤلات كثير من المواطنين عن أسباب اختفائها بالأساس. أول يوم فعلا كان رسمي، يعني أول يوم الشرطة تنزل فيه
عند الاسد بتاع قصر النيل لقيت كده نقيب واقف تحت الاسد وايه ومربع دراعه واقف كده في حاله ما بيعملش حاجه. فهو ايه كان واقف كده وايه مش عايز حد يكلمه واخد جنبه بتاع ويعني ايه لو حد سلم عليه عليكم السلام ورحمه الله يعني اللي هو كده ماشي اللي هي قمه الاستكانه وقمه ودي حاجه كويسه بالنسبه لي. ورغم هذه الجهود في سبيل استعادة الأمن إلا أن الرعايا الأجانب والجاليات العربية واصلت مغادرتها للبلاد خوفا من هذه الفوضى وعدم الاستقرار. فجأة صار في فوضى مش طبيعية، فلت النظام، فلت السجون. كارثة ما في دولة ما في شيء. لسه الأخبار ما بتنشرش ولا إشي عن اللي بيصير هناك، خوف درجة مش طبيعية، ما في أمن من مرة. وتوالت ردود الفعل الأجنبية على هذه المظاهرات والاحتجاجات التي تطالب بإسقاط النظام المصري. التغيير سيحدث إذ لن يكون بالإمكان إعادة المارد إلى القمقم. التغيير سيحدث لكن يفترض أن يكون في الاتجاه الصحيح. قلنا مرارا إن الشعب المصري يعاني من مظالم وله حقوق مهدورة، الحق في حرية الاتصال والتجمع والتعبير، وهذه أمور يفترض أن تعالجها الحكومة. إذا انهارت أسس وهياكل الديمقراطية الحديثة كما نفهمها فيمكن أن نرى سلطة استبدادية إسلامية أصولية. تظاهر المئات أمام مقر البعثة المصرية لدى الأمم المتحدة في نيويورك مطالبين بتنحي الرئيس المصري حسني مبارك عن السلطة ورحيل كل رموز سلطته عن مصر. هذا ويواصل أفراد الجالية المصرية في الولايات المتحدة وناشطون آخرون تظاهراتهم في نيويورك يوميا دعما للاحتجاجات الشعبية المطالبة بإنهاء حكم الرئيس مبارك في مصر. وكان صمت الرئيس مبارك وعدم تلبيته لمطلب الجماهير الثائرة سببا رئيسيا لثورة المواطنين ورغبتهم في إقصائه وإسقاطه واستعادة دور مصر الريادي مرة أخرى. وأمام هذه الحشود الثائرة التي تمتلئ بها ميادين مصر لم يملك النظام سوى أن يبذل المزيد من المحاولات لتهدئة الوضع، فكلف الرئيس مبارك نائبه عمر سليمان ببدء حوار مع قوى المعارضة المختلفة للوصول لحل توافقي للأزمة. كلفني السيد الرئيس اليوم بإجراء الاتصالات على الفور بجميع القوى السياسية لبدء حوار حول كافة القضايا المثارة المتصلة بالإصلاح الدستوري والتشريعي على نحو يخلص بتحديد واضح للتعديلات المقترحة والتوقيتات المحددة لتنفيذها. ولكن رد قوى المعارضة كان مفاجئا للجميع. يعلن الائتلاف أن شرعية رئيس الجمهورية قد أسقطها الشعب وعليه أن يترك منصبه. سقطت شرعية الرئيس حسني مبارك، كلمة لا تقبل تأويلا كثيرا. هكذا أعلن ائتلاف يضم أحزاب الوفد والتجمع والغد وغيرها من أحزاب المعارضة المصرية، بالإضافة إلى جماعة الإخوان المسلمين التي تقول إنه لا حوار قبل مغادرة مبارك. اللعبة انتهت، الموضوع انتهى، سقط الرئيس وسقط النظام. الشعب المصري الآن يسجل ويصنع واحدة من أعظم ثورات التاريخ المعاصر، ونحن نفخر بهذا. نحن نفخر الآن أننا مصريون، نفخر بأننا أقمنا أحسن ثورة في العصر الحديث. هذا هو المعنى، المغزى الوحيد. الكلام عن تعيينات، الكلام عن مفاوضات، كل هذا كلام فارغ. الآن مطلب واحد وقد أطلقته، والآن سوف يردده ملايين الشباب: لا تفاوض قبل الرحيل. حزب الوفد في اجتماعه اليوم بحضور كافة أحزاب المعارضة والقوى المعارضة السياسية قرر عدم المشاركة في الحوار قبل الموافقة على شروط 4 مسبقة. الشروط ال4 هي أولا التنازل السيد رئيس الجمهورية عن جميع سلطاته.
وفي هذه الأثناء أعلن التلفزيون المصري أن خطابا للرئيس مبارك سوف يذاع بعد قليل، مما جعل الترقب والانتظار هو سيد الموقف في ميدان التحرير وفي كل ميادين مصر الثائرة وفي كل ربوع البلاد. ينتظر الجميع ما سيأتي به الرئيس هذه المرة. كانوا كل شوية يقولوا بعد قليل بعد قليل. بدأ الناس تنتظر خطاب الرئيس مبارك، وبدأت الناس تنتظر الخطاب بتوقعات. أنا ما كنتش مطمن في اليوم ده بالليل لما قالوا إن الرئيس هيقول الخطاب، إن الخطاب ممكن يكون في مصلحة ميدان التحرير. قبل الخطاب ما يتذاع كنا قاعدين كلنا على الأرض، وواحد ماسك ميكروفون على منصة من المنصات يعني، وعمال يقول واحنا نقول وراه يا رب يا رب الليلة يا رب الليلة يا رب يا رب علينا يا رب نصرك. ردة فعلي ان خلاص حسني مبارك هيقول خطاب التنحي، وكان في واحد جايب قلة كده كبيرة، او هو كان زير كمان مش قلة، زير كبير كده كاتب عليه هكسره لما يمشي. ان شاء الله مبارك الزير او زير مبارك يوم الوداع يوم النهارده. انا كان عندي احساس ان الموضوع مش هيمر بسهوله، لازم يكون في حاجه، في مؤامره، في شيء بيحدث. كان بيرفع قوي سقف التوقعات قبل الخطابات بتاعته، فيقول خطاب يحبط الناس فيكرر الناس فيه اكتر. وفي هذه الأثناء ووسط هذا الترقب والانتظار والأمل في تحقيق المطالب، يخرج رئيس الوزراء الجديد أحمد شفيق في لقاء تلفزيوني ليعلن رأيه في ثورة الشعب. أول حوار تلفزيوني مع رئيس الوزراء الدكتور أحمد شفيق. حضرتك ماذا تسمي ما يحدث في ميدان التحرير ومحافظة مصر الآن؟ تعبير حاد عن الرأي العام في شكل جماعي. انت عايز تسميه ثوره؟ مش ثوره طبعا. انا بسال حضرتك عن رايك. لا يعني مش ثوره طبعا، مش ثوره. ثوره يعني حضرتك على غير ارادتك بجيبك بشيلك بحط ده هنا وبجيب ده هنا وبعين ده هنا وبحط ده، دي ثوره. لكن اللي مش، لا الشعب 100,000 واحد 200,000 واحد ايا كان العدد بيعبروا عن رايهم او عن رايهم ورأي اخرين. أفندم؟ اتسمت انتفاضة. المسميات كتير. هو كان ظهر أحمد شفيق في اليوم دوت واتكلم في أعتقد برنامجين تلفزيون، يعني برنامج بعد التاني مباشرة، وكان بيقول إن دي مش ثورة، ما نقدرش نقول عليها ثورة، ودي مجرد احتجاجات، وإن العدد اللي موجود في الميدان مهما كان كبير مش هو اللي بيمثل الناس كلها اللي قاعدة في البيوت، وده يمكن اللي خلى ناس كتير قوي تتأكد إن العدد اللي في الميدان كان ليه تأثير. زاد سخط المتظاهرين على النظام الذي لم يهتم بتنفيذ مطالبه ولم يقدر ثورته حق قدرها. وكعادته في محاولة التأثير على الرأي العام في اتجاه مضاد للثورة، حاول التلفزيون استخدام الفنانين والرياضيين ورجال الدين والمشاهير، وذلك من خلال مداخلات تليفونية أو مقابلات تلفزيونية كأداة للتأثير على الرأي العام. لا للفساد، مش لا لبطل الحرب والسلام اللي ملوش كبير يشتري له كبير، وده كبير الوطن العربي مش كبير مصر. كلب يطلع في قناة يتكلم الكلام ده عيب عيب، وانا عمري ما كنت بقول الالفاظ دي، لكن النهارده انا بقول انهم قال له ادبهم قوي. طيب خلاص الحمد لله حصل تغييرات ما كناش نحلم بيها، خلاص بقى خلاص البلد بتقع خالص واحنا هنضيع، اول ناس هتضيع احنا. لا خلاص كفايه بقى تروحوا بيوتكم، وانا عارفه ان في شباب كتير محترم، لكن مع الاسف في ناس مدسوسه في وسطهم بتسيء لينا وبتسيء لصورتنا قدام العالم.
القنوات العربيه والبي بي سي دول شغالين علينا شغل فظيع. من خلال صوت حضرتك الديني، المسؤوليه التي تقع على كل ولي امر، على كل اب وعلى كل ام يترك ابنه او ابنته الان في ميدان التحرير، يتركه لهذه الوقفه، يتركه للاستماع لاصوات غير مصريه. ما هي المسؤوليه الدينيه؟ ما هي عاقبه هذا الامر دينيا؟ اولا هذه مشاركة مباشرة في الفتنة. نعم. نحن لا نريد، نحن نقدر الشباب، ولكن أقول يا أخي الفاضل المواطن الوقور المحترم الذي يحب ربه ويحب أمته، أنت لست في حاجة لإثبات وطنيتك عن طريق تقديم ولدك إلى التهلكة. الولاد اللي قاعدين في ميدان التحرير اللي قاعد مع صاحبته، واللي قاعدين بيتغدوا بقى بالحلة هو ومراته وعياله، وكل مجموعات كده متجمعة مع بعضها لازم يمشوا. انا عايز اقول لهم وبعلنها من خلال برنامج الحياة اليوم، اللي قبض يمشي، وانا مسؤول على الكلمة دي. اللي قبض يمشي. لما التلفزيون المصري النهارده يجيب لي مواطن بيقول ادوني 50 جنيه ووجبة اكل عشان امشي، يبقى في ايه يا جماعة؟ يعني يبقى مش هي دي المظاهرة اللي هنقول فيها احنا هنطلع نموت نفسنا عشان التغيير، ونطلع يا جماعة احنا مش بنطلع احتلال عندنا، مش هو ده اللي هيحسب لنا بالطريقة دي. لا يا جماعة، احنا عايزين تغيير، التغيير ابتدى. التغيير ابتدى. احنا دلوقتي هنخرب، لا التخريب ولا الوفيات هيغير حاجة. خلاص يا جماعة، التغيير بدأ أساسي. وقضى الآلاف في الميدان ساعات الليل في هتافات ثورية وأغاني وطنية تلمس الوجدان وتؤجج شعلة الثورة في القلوب. الكل يهتف، الكل يصرخ، الكل يطالب، الكل يصلي، وكأنهم أصبحوا جميعا نفسا واحدة تطالب بمطلب واحد لا يتزحزح: إسقاط النظام. وارتفع سقف التوقعات بين المتظاهرين إلى حد توقعهم بإعلان الرئيس لتنحيه عن الحكم. هو يمشي مش هنمشي. كان طبعا من ضمن الحاجات اللي اتعملت في الميدان هي المنصة الكبيرة والشاشة الكبيرة للعرض اللي كانت على طول مسلطة على قناة الجزيرة. الشاشة ديت اللي في الميدان خلت كل الناس اللي في الميدان تبقى مركزة جدا مع خطاب حسني مبارك انتظارا لرحيله. مبارك لم يكن يتوقع ان في مليونية تنزل تطالب بسقوطه. يعني كان قبل كده دايما المحللين والخبراء بيقولوا انه يكفي وجود 200,000 في الشوارع حتى يسقطوا حسني مبارك. ده اللي كان الخبراء بيقولوه، فما بالك بمليونية. فما كانش عندنا ادنى شك ان هذا الرجل سوف يتنحى الليلة دي يعني. وبعدين المفروض كان الساعة 9 كل شوية يأجلوه ما تزعش ل 11:30 تقريبا. فكنا بنقول ايه ده لزوم ايه تقفيل الشنط وايه، وبعدها هيطلع على يعني هيهرب بره البلد يعني. فكرة تتنحى أنا كنت مستبعدها، أو أنا كنت متوقع إنه هيتنحى على آخر الأسبوع أو بالكثير أول الأسبوع اللي بعده، لكن كنت متوقع إنه هيقدم تنازلات. أنا كنت موجود في اللجنة الشعبية فقالوا لي ده حسني ابتدى يقول الخطاب بتاعه، ففي قهوة قريبة من البيت هم شغالين بس طافيين النور، يعني حاطين حاجاتهم جوه وبتاع بس موجودين، فشغالين التلفزيون. فكل الناس في اللجان الشعبية راحت على التلفزيون اللي في القهوه عشان تسمع الخطاب، لدرجه انهم سابوا اللجنه. يعني ساعتها كان شارع السودان العربيه بتعدي فيه عادي جدا، يعني كل الناس مش مهم بقى، هم عايزين يعرفوا حسني هيقول ايه. لما بدا حسني مبارك القاء الخطاب بتاعه يوم الثلاث، الميدان كله تجمع حوالين الشاشه الكبيره اللي كانت معموله في الميدان، وبدات الناس تستمع للخطاب ده. سيدتي وسادتي، نقدم الان لحضراتكم كلمه الرئيس مبارك الى الامه. الاخوه المواطنون، أتحدث إليكم في أوقات صعبة تمتحن مصر وشعبها، وتكاد أن تنجرف بها وبهم إلى المجهول. بصرف النظر عن الظرف الراهن، أني لم أكن أنتوي الترشح لفترة رئاسية جديدة، فقد قضيت ما يكفي من العمر في خدمة مصر وشعبها، لكنني الآن حريص مش متوقع انه هيطلع يقول خطاب باسلوب قلب الترابيزه، انه هو بيقلب الترابيزه على الناس، وان هو هيقول ان هو مش هيترشح تاني وان ابنه مش هيترشح.
ده كان نوع من التنازلات برضو، لكن انا كنت متوقع التنازلات مش اكتر من كده. أقول بعبارات واضحة أنني سأعمل خلال الأشهر المتبقية من ولايتي الحالية كي يتم اتخاذ التدابير والإجراءات المحققة للانتقال السلمي للسلطة بموجب ما يخوله لي الدستور من صلاحيات. إنني أدعو البرلمان بمجلسيه إلى مناقشة تعديل المادتين 76 و 77 من الدستور. ده خطاب شخص مهزوم، ولكن هو شخص مازال عنده غرور الملك او غرور الزعامه، يعني انه مصر حتى هذه اللحظه انه يفضل كل كلامه سا اغير سا افعل. فكنت حاسس انه تمام، انت شخص هزمت امام الناس وبتقول انا مش هرشح نفسي، عايز امشي كمان 6 شهور باحترامي. ايه الضمان على ده؟ إن حسني مبارك الذي يتحدث إليكم اليوم يعتز بما قضاه من سنين طويلة في خدمة مصر وشعبها. إن هذا الوطن العزيز هو وطني مثلما هو وطن كل مصري ومصرية. فيه عشت وحاربت من أجله ودافعت عن أرضه وسيادته ومصالحه، وعلى أرضه أموت، وسيحكم التاريخ علي وعلى غيري بما لنا أو علينا. صيغة الخطاب صعبة، ولكن أول ما قال وولدت في هذه البلد وسأموت وأعيش في تراب هذه البلد، الناس ابتدت تتأثر. فاهم شعور إنه إيه ده؟ حسني مبارك بيقول سأموت في هذه البلد. مفيش حاجة مصري عنده تخيل إن حسني بيموت. فالناس بدأت تسكت كده وتركز أكتر. وبعدين إنه وسأعدل وألغي قانون الطوارئ وسأفعل. وشعر الناس وكأنهم يعني إن حسني عمل اللي مستحيل إنه هو يعمله، إنه هو يخاطبهم بإنه أنا هبقى كويس وأنا تبت. ابتدت جملة العيال تظهر بقى، لأن هو الكبير اللي عايز يموت، يبقى التانيين عايزين يموتوه مين؟ العيال دي عايزة إيه أكتر من كده؟ هم مش هيهمدوا. طب ما الراجل عمل، أصل أنت لما تديهم صباع ياخدوا دراع، ما هو كل ما عمال يديهم حاجات فبياخدوا. ابتدت الناس تتعاطف مع مبارك. فبمجرد ما انتهى الخطاب الناس سقفت. الخطاب بدأت حالات من الهمهمة بين الناس المقيمين في الميدان وبعضهم البعض، وبدأت الناس تخش في جدل، لأن اللي نزلوا في الميدان يوم الثلاث ما كانوش بس ثوار جمعة الغضب ولا ثوار 25 يناير، لكن كان انضم ليهم ناس كتير من الشعب. وبدأت المكالمات تنهال بقى من الأهالي لأولادهم اللي في الميدان، ارجعوا خلاص، الراجل عايزين من الراجل ايه قد اكتر من كده، الراجل 6 شهور ولا 7 شهور ويمشي، سيبوه يمشي بكرامته، الراجل بيحب مصر، ده الراجل ده بطل حرب اكتوبر. نفسي اسال هو الخطاب ده فيه عشان الناس تتاثر بكده؟ مفيهوش اي حاجه يعني. وقامت وسائل الإعلام بدور واضح في حشد التأييد والتعاطف مع الرئيس مبارك والهجوم على الثوار. حسني مبارك أحد حاجاته المهمة الإحساس الشديد بالمسؤولية والواجب. من منطلق هذه المسؤولية أنا متوقع أن كافة المصريين يتعاطفون مع رئيسهم. هذا الخطاب العاطفي أحدث شرخا واسعا بين المصريين والثوار، وزاد تعاطفهم مع الرئيس مبارك، بل انقلب البعض على الثوار وطالبوهم بمغادرة الميدان، خاصة بعد أن قام الرئيس مبارك ببعض التغييرات السياسية التي يراها البعض كافية لهذه المرحلة. كان المشهد العام فعلا محبط جدا. قاعدين نتفرج على التلفزيون اللي بيحصل بقى، طبعا مكالمات التأييد وهذا الخطاب التاريخي. طبعا كل برامج التوك شوز اللي في مصر كلها يعني قالت نفس الجملة، خطاب تاريخي، هذا الرجل حكيم، هذا الرجل أثر السلامة لمصر.
انا متاكد طبعا ان الكلام او الثلاث جمل دول كانوا متوزعين، وكان في امر ان هم يتقالوا من كل برامج التوك شو اللي موجوده في مصر. بعد ما كلنا تابعنا خطاب الرئيس، طمني عليك النهارده. انا شايف ما اقدرش اكمل. أول ما نطق الرئيس بما نطق كان هناك تصفيق في الاستوديو. أنا عايزاكم تسقفوا زي ما سقفتوا من شوية. أنا عايزة أقول لكم أنا ما سقفتش. تاريخ مصر يتغير هذه الليلة. حسني مبارك بكل حكمة وبكل أمانة يقرر أنه لن يرشح نفسه في الانتخابات القادمة. رئيس مبارك هو الذي توعد بملاحقة الفاسدين، الكلمة دي افتكروها، ملاحقة الفاسدين. الرئيس مبارك هو الذي قال الوطن هو الباقي أما الأشخاص فيزولون. بحب محمد حسني مبارك. انا ما اعرفش المشاهدين اللي في البيوت او اللي قاعدين او اللي في ميدان التحرير تعليقهم ايه، بس انا اللي اعرفه ان احنا في اللحظات دي احنا كلنا في الاستوديو وفي الكنترول كلنا كنا نعيش لحظه تاريخيه. ابونا لاخر مره اليوم الدين. الراجل ده دوت علم مش اكتر من اي هرم، اكتر من اهرامات مصر كلها. الرئيس مسؤول بالتاكيد مسؤول، لكن ما نذبحوش، ما يذبحش واحد مصر راحت، هو اللي بيعملوا كده. لا يا ابني مصر ما راحتش، ما راحتش يا محمد. هم اللي بيعملوا كده. يعني فوجئت بعد كده بكم ردود الافعال المتعاطفه مع الخطاب بشكل كبير، يعني عمري ما شفته. يعني وناس في البلكونات بتهتف في يحيى حسني مبارك، وناس بتتصل بيا من التليفون وصحابي بيقولوا لي يلا يا، ويشتموني يعني بجد، وكان بقى خناقات بجد، يا مش عارف ايه، ارجع بقى خلاص الراجل مش هيكمل، عايز ايه تاني ومش عارف ايه. احنا تأثرنا بيه تأثرنا بالدراما. تبقى عارف ان الدراما كذبة، حد بيكذب عليك ومش بيحصل فعلا، لكن بتتأثر، فعشان كده الواحد دمع معاه. انا حتى الان لما بحاول استرجع القصه بحس ان الخطاب اصلا مش عاطفي، ولكن هو خطاب فيه كميه من الاستعلاء والاستغفال للشعب المصري غير عاديه. مش عارف انا ايه وجه العاطفيه في الكلام. واحد بيقول انا حاربت وعايز اموت في البلد، يعني وبعدين كل ما كنت افكر فيه تلك اللحظه، ايه الضمان ان انت بقالك 30 سنه بتكذب خليني في اللحظه دي اصدقك. انت بالنسبه لي شخص كاذب، اديني ضمان وانا ممكن اصدقك. بلا ضمانات دي زي اي خطاب انت خطبت قلت فيه سأبني وسأصلح وسأعمر. فانا كان عندي اعتقاد انه يجب ان لا ينتهي اعتصام ميدان التحرير في اللحظه دي، انه لازم اعتصام يفضل موجود لحد ما يحدث فعل حقيقي. انا شخصيا كل اللي فاكره ان انا شتمت، لان فعلا حسيت انه باختصار في كلمه واحده انه نصاب. الخطاب بيقول انه بينصب على الناس، قراءه الخطاب السياسي بتقول كده، فحسيت ان الراجل ده بيضحك علينا. ايه اللي جاي بكره محدش عارف. وعلى عكس ما يتوقع النظام من ذلك الخطاب العاطفي الذي أعلن فيه الرئيس عدم ترشحه لفترة رئاسية جديدة وأعلن أنه سيموت في هذا الوطن، قابل المتظاهرون الخطاب برفض تام. مبارك يوم 1 فبراير لو كان مشي ما كانش تمت محاكمته خالص، ولو كان مشي وجاب عمر سليمان رئيس جمهورية كنا هنشرب عمر سليمان، الناس كانت هتصدق، تمام؟ او الناس كانت هتبقى عندها الرغبة في انها تصدق وتهدى شوية زي ما هدينا على الشفيق، تمام؟ الناس كانت مستعدة تعمل ده، لكن خطابه كان سيء جدا بالنسبة للي في الميدان. بسرعة حصلت حالة احتواء للموقف، ان يا جماعه ازاي يتقال كده وما تنخدعوش في الموقف، وانتوا شفتوا الناس اللي ماتت يوم 28، ده في دم، ده في شهداء، ده احنا اتسحلنا، ده احنا اتضربنا، ده احنا اتبهدلنا، ده احنا كنا بنموت من الدخان، ده الميدان ده كله كان سحابه دخان، فازاي نيجي دلوقتي يقول كلمتين يضحك علينا بيهم؟ فحتى الناس اللي اتأثرت لثواني او لشويه بداوا يرجعوا. قل العدد جدا بعد خطاب حسني مبارك، لان الخطاب كان يعني خلص تقريبا الساعه 12 بالليل، وبالتالي اللي كانوا نزلوا استجابه لدعوه المليونيه روحوا على بيوتهم. بقي في الميدان الثوار الاصليين اللي طلعوا يوم 25. في ناس كتير جدا انسحبت
انسحبت بسبب ان الخطاب اثر فيهم، او انسحبت بسبب ان هم حسوا ان الثوار او الناس اللي الشباب اللي واقفه اللي رفعوا الجزم دول بيتعالوا على الموقف او بيتكبروا او معاندين وخلاص. دي القناعه اللي وصلت لهم ساعتها. ويأتي مساء هذه الليلة يحمل في قلوب الثوار نصرا بنجاح أول مليونية وشعلة ثورة لم تنجح محاولات النظام ولا التلفزيون الرسمي في إطفائها، وأملا جديدا ينتفض يبقى في الصدور ويبزغ مع أول شعاع لشمس الغد. انا نمت في اليوم ده كل ما افكر فيه ان انا اول ما اصحى لازم اروح ميدان التحرير، بس الناس نامت في اليوم ده ان بكره الموضوع انتهى، المشكله اتحلت خلاص، هنصحى من النوم نقول للعيال دي روحوا الرئيس زي الفل. يتحمل كل ثائر اتهاما بالخيانة والتخريب، وتصله نداءات المواطنين بفضل الاعتصام وإجهاض الثورة، ولكنه يرى حلمه أمامه ولا بد أن ينتظر تحقيقه مهما كانت العواقب.